كل ما تتضايق من حاجة اعمل لها ابلكيشن يحلها. بص بقى الفرق ما بينك وما بين الناس ايه. لو انت واحد من الشباب اللي كانوا متغربين وقت الجامعة ونزلوا كده يدوروا على مكان يسكنوا فيه، لو انت منهم هتتبهدل ما بين السماسرة والشقق المفروشة وغالبا هتروح بيتك متضايق. في شاب حصل معاه نفس الموقف ده فقرر يعمل ابلكيشن يحل المشكلة دي، ربط المغترب باصحاب الشقق. النهارده الابلكيشن ده يساوي ملايين. لو انت بتحسب ان الشركات المليارية دي كلها بدأت بافكار معقدة وكلها بدأت برأس مال ضخم، يبقى الحقيقة أنت محتاج تراجع نفسك، لأن أغلب الشركات بالحجم ده بدأت بحاجات بسيطة قوي، مشكلة صغيرة واضحة وحل بسيط وواضح. والفرق بين تفكير الشخص الفاوندر أو رائد الأعمال هنا والشخص العادي هي حاجة واحدة بس، القدرة على إن أنت تشوف المشكلة اللي موجودة في السوق، تلاقي كده فرصة استثمارية موجودة بين السطور، بيكون كده جواك رادار بيوريك المشكله المتكرره. خلي بالكم المشاكل الصغيره دي دايما بيكون فيها بزنس مليان فلوس. لو انت ادركت المشكله المتكرره اللي بيعاني منها الناس هتعرف تعمل بزنس يجيب ملايين. ومش لازم تبدا ولا فريق كبير ولا خطه معقده، اللي انت محتاجه انت تدور على الاحتياج الحقيقي اللي الناس بتدور عليه. وخلي بالك الاحتياج ده بيبقى واضح، مش حاجه هنخترعها، هتقدم المشكله حل بسيط ومباشر. قصه الشاب اللي عمل الابلكيشن ده مهمه قوي بالنسبه لي، علشان انا بدايتي كانت شبيهه بدي قوي، بس دي هحكيها لك في فيديو تاني.